عوافي حضرة الصوت. الخيلة دي مش غريبة عني. انتوا جيتوني قبل كده؟ أني راية ودختي سكينة. انتوا ايه حكايتكم بالظبط؟ هو في ايه يا حضرة الصوت؟ هو كل واحدة تهرب من أهلها يتهموكوا انتوا الاتنين؟ ليه بقى؟ انتوا ايه حكايتكم؟ فهموني. هتكون حكايتنا ايه يعني؟ احنا ناس غلابة وماشيين جنب الحيط وملناش دعوة بحد. مالكوش دعوة بحد، مالكوش دعوة بحد. عموما حضرة اليوسباشا ابراهيم هو اللي عايزكم، اصطفلوا معاه. قوموا عشان ادخلكوا ليه؟ امال ليه قالوا لنا نيجوا نقابلوك انت؟ ومش عاجبك انك انت تقابليني يا محروسة ولا ايه؟ لا مش القصد يا حضرة الصول، قصدي يعني ان انت راجل طيب كده وابن حلال، واللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. وحضرة اليوسباشا ابراهيم هو كمان اطيب مني، ده راجل امير وسكرة. اتفضل انت يا محمد يا فندم. تمام يا فندم. مين فيكم بقى تعرف زنوبة موسى؟ زنوبة موسى مين؟ دي تطلع ايدي يا سعادة البيه. أني ما نسمعوش بالاسم ده يا بيه. أني ما نسمعوش بالاسم ده يا بيه. بلاش لقمة يا حرمة. اخواتها واصحابها قالوا انها كانت بتيجي عندكم البيت. انتوا مش فاتحين بيوت بطالة؟ حطنا بينا وبين الخبص يا بيه، احنا ما نقبلوش بالخبص ابدا. امال الرجاله اللي بيجوا عندكم بيهببوا ايه؟ اسم الله على مقامك بيشربوا جوزه، يشربوا لهم كاسين بس من غير خبص. من غير خبص؟ وبيقعدوا يا بيه بمنتهى الادب والعقل وبرضك من غير خبص. والنسوان اللي عندكم بيعملوا ايه؟ احنا ما عندناش نسوان يا بيه. الكلام ده كان في الاول بس يا بيه، لحد الرجل ما تاخد على المطرح، وبعدين النسوان كانوا بيخدموا على الزباين ومن غير خبص. واذا رجعت زنوبة وقالت انها كانت بتيجي عندكم، كلامكم هيكون ايه؟ شد حيلك يا بيه ورجعها، ولما تتوفق كده وترجع لك كلامها كله يمشي عليا، وساعتها ابقى اقطع رقبتي يا بيه. ابن سينا الرئيس الفكر زاد المطابع، والكل حادث حادث والكل زلزال توابع. وانا حديثي سكات على الضمير اللي مات، يا دي طريق البراح يا للنهايتك صباح، يا مال تجيبوا الرياح لابد تاخدوا الزواج. وسكينة لساها بتروح تقعد في خمارة كرياكو. يا اختي هي كانت بطلت المدعو عشان تبطل تروح، زي ما هي. اني بقى اديني مدة كده ما بروحش عند كرياكو. هو انت يا مرة مش هتبطلوا المدعو اللي بتتنعوا فيه كل ليلة ده؟ يا ولية وطي صوتك، الا البت باتعة تسمعي. يا باتعة بيتي يا باتعة، مش تيجي يا بت تسلمي عليا يا بت. ازيك يا خالة ري؟ وازاي يا خالة سكينة؟ تسلمي عن خالاتك. مش تعرفين يا باتعة الناس النظيفة اللي جوه عندكم دول؟ يا فاطمة تعالي يا فاطمة. فاطمة جارتنا ساكنة في كوم بكير، خالة ري صاحبة أمي الروح بالروح. يا مرحب يا ست ري. يا حلوة يا حلوة، ده جارتكوا دي حلوة قوي يا ام باتعة، مش كنتش تعرفينا عليها من زمان. تصدقي بايه؟ أنا ليا حبيبة في طنطا شبهك الخالق الناطق، يخلق مش شبه 40. بس تقولي ايه؟ قال له انا الصين. الفرخة هتنضفها لك البت ام ابراهيم. اني رايحة نقضي مصلحة، تخليص فلوس يعني، وراجعة طوالي. ها؟ ده مطرح يا ام باتعة. بتقولي ايه؟ بت يا باتعة خلي بالك من الدكان. بالك انتي؟ أنا ساكنة هنا قريب في حارة علي بيت كبير.
مالك يا اختي؟ شايله عبد القادر على راسك ليه؟ مفيش. مالكيش حاجه. ده انت اول ما شفتك قلبي اتفتح لك. انا عايزاكي تعدين اختك، اي حاجه تعوزيها تقولي لي على رقبتي. طب نسألك على حاجة بننكسف ونسأل عليها قدام البتعة؟ ايوه سرك في بيه. أصل أنا بنحبه جدع وعايزين نجيبه قطر، وبندور على أي حد يشوف القطر أو الكف أو الحاجات ديت. عندي يا حبيبتي، عندي قطر يشوف، كف يعرف، عمل يفك، أعمال يعمل، حجبة يعمل، كل طلبك عندي. راجل مبروك مبروك مبروك. إن شاء الله يخليكي وديني عنده. من العين دي قبل العين دي. أحي، وأني لا أحسن منك ولا أغلى منك نخدمه. أنا هنروح نرتب معاه ميعاد، ما نقولكيش ده اللي هيريحك من قرف الدنيا كله. لا راجل يقرفك ولا حد يضايقك ولا حد يزعلك بعد كده، على ضمان تاني. وبقولي ريا ايه؟ مش بعاد الحمام يا ريا، ما انت طول عمرك بتاخدي فراخ. اصل جه على مزاج ابو بديع. على مزاجه ولا على مزاجك؟ مزاجي ومزاجه واحد يا وليه. يا اختي ربنا يهنيكوا ببعض. عايزه ايه؟ فرده؟ لا جوز. ما انت عندك جوز، عايزه جوز تاني تعملي بيه ايه؟ يكتشك قطيعه يا زنوبه، انت وليه بتجيبي الكلام ده منين؟ بنقولك انت ما بتشوفيش فاطمه؟ انهي فاطمه فين؟ فاطمه يا مارا بتاعت كوم بكير صاحبتي. ايوه دي بتيجي كل يوم وتسال عليكي. باتعه بيتي يا باتعه. ايوه ياما. فاطمه ما جاتش النهارده؟ ايوه بس ما نعرفش عوقت كده ليه. ازيك يا باتعه؟ هو اني يا اختي كل مره نشهد منك السلام؟ ان شاء الله تسلمي يا خاله. هي فين يا اختي صاحبتك دي اللي مشورتني رايحه جايه عشان نشوف لها الراجل اللي بيفك العمل؟ عمل ايه يا اختي اللي الوليه دي عايزه تفك؟ واني شرفني يا اختي، اهي صاحبتك اما تشوفيها باساليها، قولي لها انا اتفقت معاه وهو جاهز في اي وقت. نصب لك كاس يا ريا. ان شاء الله تنشك كده. يوم ليا قبل الحمام. حمام مين يا مارا؟ انت هتفضحي لك جراسه. ست ريا، ازيك يا فاطمه؟ داني كل يوم بنسأل عنه. سألت عليكي العافيه يا اختي، وانا والنبي لسه سائله عليكي من شويه. لقيت الراجل. انت عايزه تشوفيه امتى؟ ينفعش النهارده؟ ايوه ده انت مستعجله قوي 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 يا ست ريا. موت موت اللي تشوفيه بقى. هو بيته بعيد؟ لا احنا هنروحوا بيتنا ونشيعه ونجيبوه عشان نبقوا هس كده لما شافوا المدير. مش انت ساكنه هنا قريب؟ لا احنا هنروحوا بيتنا التاني عشان يا اختي لا حد يشوفك لا وانت داخله ولا وانت خارجه. اصل العباره دي لازم تنعمل في السر، الحاجات دي بيتبص فيها وبتتنظر. ربنا يكفيكي شر ولاد الحرام.